طيب تعالى كده اوريك حاجه كده طرش الطرش. رجعت لك النهارده يا قلب اخوك بايه؟ نسختي فيرجن 23، نسخه تايجر فيرجن 23، افجر نسخه في المجال، افجر نسخه واتساب هتشوفها في حياتك. تعالى بقى كده نخش على كلمه ايه، قسم زراير ايه، إيريك. انت عارف بلاش نقول ماشي. انت عارف بس منها الحمايه من قطع النت، قطع النت تمام. سيبك بقى من ده كله، تعالى اصدمك بحاجه طرش الطرش. قطع النت بريكورد، قطع نت بام بي 3، قطع نت بملف، قطع نت بفيديو، قطع نت بصوره، وقطع نت بستيكر، وكريت كونكت صفر. وده تدمير نسخ البيتا بريب. مسافه ما انت بتعمل على الولد ريب النسخه بتاعته بتتدمر تمام. وده اعمل قطع نت برسالة، وده الحماية من بتاع الدعوة، وده الحماية من الأجانب تمام. فبلاش نقول الاسم ده عشان انت عارف تمام. سيبك بقى من ده كله، تعالى اوريك بقى حاجة تانية طرش الطرش. شوف التطبيق ده ثواني. زي ما قلت لك كده، شايف التطبيق ده يا بخوك؟ التطبيق ده اللي انت هتحمل منه النسخة دي تمام. فانت كمل الفيديو للاخر وتعالى اصدمك بحاجة كده. شوف بقى العظمة دي. دي كده السبلاش سكرين بتاع الفتحة بتاع التطبيق. التطبيق اول ما يفتح معاك بكده تمام. طيب تمام، انت بقى تقول لي يا تاجر طب التطبيق ده هشغله ازاي؟ التطبيق ده انت تخش تحمله من متجر بلاي تمام. دي نقطة. تاني نقطة، لازما عشان تستخدم التطبيق ده يا بخوك لازما تشترك في القناة، غير كده التطبيق مش هيفتح معاك تمام. هتقول لي ايه ده بقى؟ تعالى كده ندوس على كلمه نسخ واتساب، هيقول لك ايه؟ يرجى الاشتراك في القناه لعمل هذا القسم تمام. انت طبعا هتدوس اشتراك وتخش تشترك، وده كله عشان ايه؟ لازما البرنامج يفتح معاك تمام. زي ما قلت لك بقى كده، ايه ده بقى يا قلب اخوك؟ ركز معايا. شوف اهو، هو مش بص، لازم تشترك في القناه عافيه تمام. هو مش حاجه عافيه، هو بذوقك انت اصلا. اهم حاجه تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه وصلي على النبي تمام. شوف شكل التطبيق عامل ازاي، حاجه جمدان فشخ. نسخ واتساب. هيجي يقول لك انا ايه التحقق من الروبوتس. فسيبك من ده كله، انا هشرح ده كله في اخر الفيديو. تابع الفيديو عشان تعرف الباسورد وتعرف ايه كل حاجه ازاي تستخدمها. ده يبقى ممنوعات، ممنوعات يا صاحبي. انزل يلا بالانترو. She doesn't deserve what I am. She doesn't deserve what I will become. اخوك تعالى كده بقى اشرح لك النسخه كده على السريع، واعرفك الباسورد بتاع النسخه، واعرفك ازاي تحمل النسخه. وعامه كل نسخي وكيبورداتي والارقام اللي فيه كلها الايام الجايه هتحملها من التطبيق ده. طب انت هتقول لي انا هحمل من التطبيق ده؟ هسيب لك اللينك بتاعه في قلب الوصف. بدل ايه؟ بدل ما انت بتخش تحمل النسخ وتتعبك وده كله، لا انا هخليك تحملها بعد كده من التطبيق ده. تيجي الفيديو تعرف الشرح بتاع النسخه تمام يا قلب اخوك، وتعرف ايه مواصفات النسخه وميزات النسخه والباسورد، وتخش تحمل على طول النسخه بلينك مباشر من التطبيق ده. بدل ما انت ايه بتتعب وبيطلع ميتينك في قلب ايه التحميل اللي هو الاختصارات ده. النسخه تفتح معاك بالواجهه العظمه دي تمام. فسيبك من ده كله. ده كده شكل الواجهه طبعا بتاع النسخه كالعاده. والنسخه منظرها طرش الطرش طبعا، اكيد انا اللي عاملها يعني. لا انا كده اتغرفت نفسي. ده كده شكل ايه البرايفت تمام، البروفايل يعني. فسيبك من ده كله. هنا ده كده عشان تفتح اكتر من رقم على النسخه. وانا لو دوست على كلمه تايجر فيرجن 23 هيفتح معاك اللي هو ايه الشتات المخفيه. والكمبيوتر ده اللي هو قطع نت عن النسخه تمام يا قلب اخوك. فسيبك من ده كله، تعالى ايه اوريك بقيه الحاجات واوريك شكل الشات ده كده ايه. بص شكل الشات اهو. ثواني بس كده. شكل الشات اهو تمام. خليك مكمل معايا عشان اسيب لك واعرفك ازاي تحمل التطبيق وتستخدمه صح وتعرف الباسورد تمام. ده كده شكل الشات بتاع النسخه. فيها طبعا ان انت تبعت الام بي 3 ريكورد اهو. في ان انت تبعت الام بي 3 ريكورد يعني الموسيقى كانك انت اللي بعت ريكورد تمام. نيجي نضغط كده على الثلاث نقط، اعمل لون جديد، اعمل بي سي جديد، وده افتح ويب، وده مسجات اللطيفه، وده الاعدادات العاديه. تعال نشوف الاعدادات العاديه الاول. شوف شكلها حاجه جمدان وفجر بجد يعني. منظرها بجد حاجه غشيمه تمام.
ده كده الحساب والافطار، وده خصوصية نسخة تايجر، وده اعدادات الشات كلها شغالة اهي. ده انا كده عشان تعمل النسخة دارك ولايت، وده ان انت تغير الشكل بتاع النسخة، وده ان انت تبعت من الكيب. تمام يا قلب اخوك. اكيد خلي بالك الايام الجايه يكون في شغل طرش، فانت يلا اشترك بقى كده في القناه واعمل لايك، وما تنساش تكتب كده كومنت شبهك يا جميل، وفجروا يا جدعان الفيديو ده لايكات ومساعدة اهو. لو دوست على انفو، ده الابوت بتاع النسخة. شوف الابوت عظمة، يلا اقسم بالله عظمة، عظمة بجد يعني، العظمة لله. سيبك من ده كله. نرجع بقى كده. كده احنا شفنا ايه الاعدادات العادية خلصانة. تعالى كده نشوف يا قلب اخوك ايه بقية المميزات بتاع النسخة. ده خصوصية نسخة تايجر، اخفاء اخر زور، وكل ده الزرار دي احنا عارفينها بتاع البيتا. تمام. وده النسخ الاحتياطي والاستعادة عشان تركب ملف السرعة وتخش تدي العيال على عينيها. وده تنظيف كلان كيش يعني كلين. تمام. تنظيف الاندرويد 11، وده تنظيف الاندرويد، وده قواعد البيانات، وده مساحة النسخة. تمام. سيبك من ده كله. قسم الزراير بلاش نقول بقى، ما احنا قلنا انت عارف الشغلانة بقى. الله. الحماية، وده كله زي اللي انا وريتها لك في اول الفيديو، حماية من الموقع. وده الحماية الكتالوج، الابوت الجديد، البوت الجديد. تمام. البوت اللي بيخش يرمي عليك خلصانة. وده من بتاع الاجانب الجديد، واللي هو ايه اللينك اللي نزل مسافات ما بتبعته لاي حد ما تعرفش تخش شاته. هو قصدي ما بيعرفش يخش شاتك، لا انا هخليك النسخه تفك البتاع بتاعه. وده قطع نت بملف، قطع نت بفيديو، قطع نت بصوره، وده قطع نت بستيكر. وده حمايه من ايه البتاع بتاع الوجع خلصانه. وده اعمل 41 كونكت، يعني ان انت ترمي 41 كونكت، هتكتب نقطه وجنبيها 41 وتبعتها في قلب الشات، تلقى النسخه بترمي 41 كونكت، هتفشخ اللي قدامك حرفيا. تمام. ده كل اللي انت نفسك تعرفه عن تايجر. ده قناتي، وده شاتي خلصانه يا قلب اخوك، وكل حاجه زي ما انت شايف اهي قدامك اهي. طيب، شفت كلمة كل اللي نفسك تعرفه عن الجوكر دي؟ سيبك منها. النسخة دي انا عشان كنت انا عاملها انا واخويا الجوكر مع بعضينا، بس طبعا اخويا ايه. ثواني بس كده الاذان يخلص يا قلب اخوك ونكمل بقية الفيديو. زي ما قلت لك كده، كلمة كل اللي نفسك تعرفه عن الجوكر دي سيبك منها. النسخة دي انا كنت عاملها انا واخويا الجوكر باسمنا احنا الاتنين، بس هو طبعا ايه مش عايز ينزل دلوقتي حاجة على اليوتيوب هو. تمام. فقلت ان انا اخد النسخة دي، فاللي هو ايه انا خدت النسخة دي. تمام. فده كده قناتي، وده لينك شاتي. سيبك بقى من ده كله. وده كده كلين كاش. تمام. ده عشان تقفل النسخة باسورد، عشان في ناس خنازير بيحب يخش يتطفل على البني ادمين وكده. ودي الاعداد بتاع الميديا. تمام. كده احنا شرحنا كل حاجة. شرحنا ايه كل حاجة كده في البرايفسي، وشرحنا الواجهة بتاع النسخة وكل حاجة. تمام. كده احنا فاضلنا نشرح ايه بس اضافات الواجهة. ده كده الاسطر بتاع النسخة. تمام. فيها 7 اسطر اللي هي الشكل السيمي اللي بره. وده صورة في الفقاعة ان انت تخلي الصورة بتاعتك ظاهرة في الشات. وده اخفاء الايقونة البحث من الواجهة، واخفاء ايقونة الكاميرا من الواجهة. وده فصل الشتات عن الرومات. وده اضافة اكتر من حساب في النسخة. وده وضع الطيران في الواجهة. وده اظهار الشتات المخفية. وده اخفاء ارشيف الشتات. وده اظهار مين متصل من بره. انت هتضغط كده على قلب اخوك وتختار اخر واحدة اللي هي بودز دي. تمام. تعالى بقى نشرح ايه اضافات الشتات يا عيوني. الظهور الستوري على البرايفت، يعني زي الانستجرام كده، مثلا لما تيجي تضغط على الصوره بتاع الشخص يظهرك الستوري بتاعه. وده تاكيد قبل ارسال الستيكر يعني الملصق. وده اظهار رمز المشرف في الرومات، يعني اللي هو الادمن هيظهرك ان هو يطلع لك كده فوقيه كلمه مشرف. وده تغيير ابداءات الاعجاب، يعني اللي هو الرياكت، يعني الرياكشن من الاخر. لا الرياكشن ده بتاع رش، الرياكت ده بتاع النسخ خلصانه يا بابا. وده تعطيل رد فعل النقرتين، يعني لو انت فعلت ده لما تيجي تعمل ضغطتين كده على المسج مش هيعمل رياكت. خلصانه يا اخوك. كده احنا شرحنا كل حاجه في النسخه. تعالى اعرفك بقى الباسورد وازاي تحملها. تعالى كده بقى باخوك اقول لك الباسورد بتاع النسخه. طب كده انا اولا انا عارف ان الفيديو طول قوي، بس معلش ده كده لازم ان هو الفيديو ده بس، لكن الفيديوهات الجايه كلها مش هتعدي اصلا 6 دقايق. الباسورد 12 12 1 2 1 2، لا 1 2 1 2. تمام. يعني ايه 12 12. هعيد تاني الباسورد 1 2 1 2. باسورد نسخة الواتساب بتاعنا 12 12. تمام. 1 2 1 2 عشان الناس اللي بتقول لي ما شفتش الباسورد. ادي 1 2 1 2 يعني 12 12. تعالى اوريك ازاي تحمل بقى النسخة. طبعا التطبيق ده انا هسيب لك اللينك بتاعه تحت ايه في الوصف بتاع الفيديو الديسكريبشن يعني. واهم حاجه وانت نازل كده ما تنساش تعمل لايك. واهم حاجه سيبك من ده كله بقى والفيديو القرف ده كله،
تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، تمام، وتكتب لي كده كومنت شبكه يا جميل. ده كده اهو. بعد ما تنزل التطبيق هتضغط عليه زي ما انا شرحت لك كده في الاول. ايه، هتيجي طبعا انت دلوقتي انا شارح نسخه، تمام، يعني انا دلوقتي شرحت ايه نسخه، عايز تحمل انت النسخه دي، هتضغط على كلمه نسخ واتساب، تمام كده. وعامه الحاجات اللي تحت فيها كل حاجه انت عايزها، تمام. هتستنى ايه الوقت ده يخلص، شوف العد ده، هتستنى بس ايه يا قلب اخوك يخلص. سيبك من الاعلانات دي كلها، هتضغط على علامه الغلط الفاضي كده، وهتستنى ايه العد ده يخلص. اوقف الفيديو لحد ما العد يخلص. تمام كده، ايه الوقت يعتبر خلص، تم التحقق بنجاح ان انت مش روبوت، تمام. طب انت دلوقتي دخلت على قسم النسخ، شوف دي كل النسخ اللي على اليوتيوب هتبقى على البرنامج ده. يعني انت عارف يعني ايه كل النسخ اللي على اليوتيوب هتكون على التطبيق ده، تمام. دي مثلا نسختي ايه فيرجن 22. طبعا انت اول ما تنزل برنامج هتلاقي فوق دي النسخه اللي انا بشرحها دلوقتي في قلب الفيديو دي، هتضغط على كلمه ايه تايجر فيرجن 23، هيفتح معاك الواجهه دي. شوف اجمد مطور على الكوكب، تمام. سيبك من ده كله، وده تايجر، ودي ايه السكرينات. شوف 4 سكرينات من شكل النسخه، يعني انت تخش تنقي النسخه يا قلب اللي تعجبك وتحملها. وشوف ده بقى ملحوظه، النسخه بباسورد، الباسورد داخل الفيديو، اضغط على لينك الفيديو لمعرفه الباسورد. لو انت طبعا عارف الباسورد هتضغط على لينك التحميل، من انت لسه مش عارف الباسورد اضغط على لينك الفيديو، وبعديها تعمل اللي احنا عملناه دلوقتي ده، وتيجي تدوس على كلمه ايه لينك التحميل، تضغط على لينك التحميل كده. شوف ايه اللي هيحصل، جري التحميل هيحولك على جوجل كروم، اللينك مباشر تما، مفيش اسهل من كده، تمام. ده طبعا انا حاطط ايه لينك فيديو، تمام، ده انا ايه حاطط لينك ايه فيديو. بس طبعا انت ايه هتخش يا قلب اخوك على ايه عامه لينك النسخه مباشر، خلصانه. يلا احلى مسا عليك يا قلب اخوك، اشوفك في الفيديو اللي جاي، تمام. ومتنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه، متنساش تفعل زر الجرس، ووصلوا الفيديو ده 500 لايك. طبعا ثواني معلش، اخر حاجه اوريك بس ازاي تحمل التطبيق، تمام. بص ده كده لينك التطبيق اللي انا بقول لك هتحملوه، اللي هو اللي انا دلوقتي كنت بشرح لك منه ازاي تحمل النسخه اللي انا بشرحها دلوقتي دي، او عامه اي كيب او اي حاجه من قناتي هتخش تحملها بعد كده من البرنامج ده. هيظهر لك هنا كلمه تثبيت، تمام. سيبك من ده كده عشان انا محمله. واهم حاجه تعمل تقييم ايه 5 نجوم كده ايه يا صاحبي، لايه للبتاع للتطبيق، تمام. 5 نجوم كده على طول يا قلب اخوك، تمام. هتعمل ايه للتطبيق ايه 5 نجوم خالصة، فزي ما عرفتك كده، وتعمل تثبيت ويفتح معاك بالواجهه اللي قلتلك دي. بس اهم حاجه لازم تشترك في القناه عشان ايه التطبيق يشتغل معاك. احلى مسا عليك، واشوفك في الفيديو الجاي. ومعلش انا وقت عليك في الفيديو هعوضها لك.